زي ما احنا مكملين في حلقاتنا حلقات الأساطير العرب، وإن شاء الله نروح النهاردة بلد غالي، بلد الأبطال، بلد المواقف، بلد الشهامة والرجولة، بلد الأكثر من مليون شهيد، محارب الصحراء. طبعا عرفتم جزائرنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، معكم إبراهيم البحيري، وده برنامج رومونتادا النمر. ونبدأ حلقتنا ونقول مساء الفل على أحسن جمهور كورة في المجرة. نشد الحزام بقى ونستعد، لأن حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة مش عادية، عن أسطورة جزائرية كان ممكن يكلم الكرة يقول لها روح المكان الفلاني تروح. دماغه وعقله ورجليه، كان ساحر، واحد من أعظم من أنجبت الجزائر في المجال الكورة. عبقري، فنان، من اللعيبه اللي اخترعوا الكره اللي هي ايه، البصل اللي هي السحريه دي. الكره بتموت يوديك تيجي تبص تلاقي الكره رايح انت والجول لوحدك، والباك وكل الناس واقفين يتفرجوا عليها، وهي جايه لك كده لوحدك. اسطورتنا النهارده هو النجم الاخضر بلوم. نرجع شويه بقى من الزمن ونشوف البدايه. سنه 58 في بلد صغير اسمه معسكر. والله اسم البلد كده معسكر، بس المعسكر ده طلع لنا فنان، ما طلعش عسكري. طبعا من صغره زي جميع الرياضيين دايما من صغرهم كده تلاقي يحب الكوره، بس النجوم بتوعنا بيحبوها زياده شويه، تلاقي كل واحد ليه حاجه كده في دماغه. كان بيحب الكوره جدا من صغره، ويحب يلعب في الشارع، يلعب في المدرسه، يلعب في اي مكان، ما بيبطلش. بدأ رسميا في فريق اسمه غالي معسكر، وبعدها البدايه بقى الحقيقيه كانت ولديه وهراء. وهنا كانت بدايه صعود النجم صاحب التمريره السحريه مونديال 82. الجزائر كانت في كاس العالم 82 مونديال اسبانيا، وكانت عامله ماتشات مكسره الدنيا. الجزائر المباريات كانت خرافيه، بس المباراه بقى التاريخ ما ينساهاش، الجزائر والمانيا الغربيه. وما ادراك المانيا الغربيه في الوقت ده. بس ما شاء الله محاربي الصحراء عملوا مباراه العمر، وفازوا على المانيا 2-1، وكان الاخضر بلومي نجمنا واسطورتنا هو صاحب هدف الفوز. اتقال ان حصل مؤامره بين المانيا والنمسا، تعادلوا مع بعض وطلعوا الجزائر بره. العالم كله احترم الجزائر في المونديال ده، عملوا بطولة ما تتنساش، كانوا نجوم، وكان الفنان بتاعنا ده أسطورة. طبعا جميع أفريقيا بالكامل ما ينسوش أسطورة جزائرية عربية أفريقية ما تتنساش، الأخضر بلون. الإنجازات بتاعته، الاتحاد الأفريقي مختاره رابع لاعب في القرن العشرين في تاريخ أفريقيا. سنة 81 خد أحسن لاعب في أفريقيا من مجلة فرانس فوتبول. وطبعا كان صعب ان حد ياخدها، ما كانش زي الوقت كده الشركات الراعيه ومش عارف كل الناس بتتدخل في الجوائز، يبقى لاعب ما خدش اي حاجه، بس الشركه الراعيه ولا كده عارفين ان ده نجم شباك فهو اللي بيفوز. لكن الاول كان صعب. هو كان من الاوائل في الجزائر اللي لعبوا 4 بطولات يعني لاعب ما شاء الله عليه. وغير الهدف اللي جابه في المانيا، هو محرز 26 هدف دولي في حوالي 100 مباراه، وكل مباراة من اللي كان بيلعبها سواء مع المنتخب أو مع النادي يسيب بصمة، حكاية إن هو جاب هدف ولا ما جابش. وبعد الاعتزال طبعا هو برضه ما بعدش عن الكورة، اشتغل في مجال التدريب والإدارة، استمر على الساحة يعني. كل حبايبنا اللي ما شافوش الأخضر بلومي بحسوا يشوفوا، رجعوا يشكرون، لأن هيشوفوا حاجة حلوة، هيشوفوا فنان. في نهاية حلقتنا، الأخضر بلومي ما كانش مجرد لاعب، هو أسطورة، حتة كده من تاريخ الجزائر، من الناس اللي يحببوك في المجال ده. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واعمل شير وفعل الجرس، وحابب نتكلم على أي نجم وأي أسطورة تحب نتكلم عليها ابعت لنا في الكومنتات. أحب أشكركم. معكم إبراهيم البحيري، وده برنامج رومنتادا النمر، ونقول لكم سلام يا أبطال.